في قضايا بتعدي علينا كخبر عابر، في قضايا بتفضل محفورة في ذاكرة البلد، مش بس علشان حجم الفساد اللي اكتشفناه، لا علشان هي بتمس أغلى ما نملك، صحة وأرواح الناس. السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ إن شاء الله تكونوا بخير. النهاردة حلقتنا عن قضية أكياس الدم الملوثة اللي اتعرفت إعلاميا باسم قضية هايديلينا. تخيلوا إن الدم اللي المفروض يبقى طوق نجاة يتحول في لحظة لسم. الحكاية دي بتورينا صراع كبير بين المسؤولية والإهمال وبين العدل والالتفاف على القانون. خلونا نعرف مين اللي كان وراها وإيه العيوب اللي كانت بتهدد حياة المرضى وإزاي العدالة انتصرت في الآخر. يلا نبدأ بسم الله. كل حاجة بدأت بشركة اسمها هيدلينا لتوريد المستلزمات الطبية، والشركة دي كان بيرأسها شخصية لها وضعها في البلد، وهو الدكتور هاني سرور اللي كان وقتها نائب في مجلس الشعب عن الحزب الوطني الحاكم. في الفترة دي وزارة الصحة كانت بتطرح مناقصات علشان عايزة تشتري كميات كبيرة من الدم. المفروض إن المناقصة دي ليها شروط صارمة، وأهمها الشركة اللي تكسب لازم يكون ليها سابق أعمال في توريد النوع ده للوزارة. لكن اللي حصل إن هايديلينا دخلت المناقصة بالرغم إن ما كانش ليها سابق أعمال في توريد الصنف ده، إلا إن المناقصة دي رست عليها. هنا بتبدأ ريحة الفساد تظهر، وبساعدة موظفين عموميين اتخلوا عن النزاهة والشرف. مباحث الأموال العامة وصل لها بلاغ خطير، مصدره كان موظفين جوه وزارة الصحة نفسها بيتكلموا عن مخالفات في توريد أكياس الدم المعيوبة والملوثة. النيابة العامة بتتحرك فورا وقبل أي تحقيقات بتاخد إذن من مجلس الشعب علشان الأدلة شملت وقائع اتهام ضد عضو المجلس هاني سرور. وبعد كده التحقيقات بتكتشف الكارثة. التقارير الفنية اللي طلعت كانت مرعبة. الأكياس دي مش بس فيها عيوب، دي حرفيا أكياس دم ملوثة. طب إيه العيوب اللي اكتشفوها؟ اسمعوا معايا الكلام الخطير ده. لقوا جوه الأكياس فطر وميكروبات وعفن داكن، وكمان بعض الأكياس كان بيطلع منها ريحة، وده ممكن يسبب في تسمم أو وفاة المريض لا قدر الله. أما بالنسبة بقى للخامة اللي كان متصنع منها الأكياس، كان فيها زيادة في تركيز الكلوريد عن الحد المسموح به، كمان زيادة نسبة القلوية الكلية عن المعدل القياسي، وده بيؤدي لتكسير كرات الدم وفقدان الدم خواصه. ده غير إن هم اكتشفوا إن في عيوب فنية في الأكياس الموردة. المادة المصنعة كان فيها زيادة في درجة استطالة الخامة، وده بيخلي معدل تدفق الدم بيزيد عن الطبيعي، والنتيجة ممكن المتبرع يغمى عليه أو يجيله تجلطات في الدم. والأكياس كمان كانت بتتعرض للانفجار وهم بيفصلوا مكونات الدم، وكمان كان في سهولة في إزالة الأرقام اللي موجودة على الأكياس، وده كان بيخلينا إن إحنا ما نقدرش نوصل للشخص اللي متبرع بالدم ده بعد اختبار صلاحية الدم طبعا. النيابة وقتها أكدت إن ترسية المناصرة على شركة هيدلينا خرجت عن القواعد الصحيحة للقانون والمزايدات. بعد كل التقارير النيابة قررت إحالة المتهمين للمحاكمة. والقضية ما كانتش بس على صاحب الشركة هاني سرور وأخته نيفان، لا دي شملت كمان موظفين كبار في وزارة الصحة. حلمي صلاح الدين مدير الإدارة العامة لشؤون الدم ومشتقاته، ومحمد وجدان رئيس إدارة التوجيه الفني. الاتهام الرئيسي للموظفين العموميين دول إنهم حصلوا أو حاولوا يحصلوا على ربح بدون وجه حق عن طريق منصبهم في الوزارة أو عن طريق وظيفتهم، ومكنوا هاني ونيفان سرور للحصول على منفعة بدون وجه حق عن طريق إن هم أتموا إجراءات ترسية المناقصة على شركة هايدلينا. بالرغم إن الأكياس كانت غير مطابقة للمواصفات، لكن كمان هم حجبوا شكاوي مهمة وصلت من مديرين بنوك الدم، والشكاوي دي كانت بتتكلم عن العيوب الخطيرة اللي موجودة في أكياس الدم. والنيابة وقتها أكدت إن الموظفين دول اتخلوا عن الشرف والنزاهة. بعد سير الإجراءات في تاريخ 15 إبريل سنة 2008 حصلت المفاجأة اللي هزت الناس. محكمة جنايات القاهرة حكمت ببراءة جميع المتهمين في القضية. اللي هو ازاي براءة لكل المتهمين في القضية بالرغم من كل التقارير الفنية اللي اتكلمت عن الفساد والعيوب الخطيرة اللي ممكن تسبب الوفاة. الناس اتصدمت طبعا، لكن النيابة العامة ممثلة في النائب العام وقتها المستشار عبد المجيد محمود قررت إنها مش هتسكت. الطعن ده كان مهم جدا، النائب العام وضح فيه أسباب الطعن وقال إن الحكم شبه أخطاء كتير زي الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق. وأهم الأسباب اللي ركز عليها النائب العام، الحكم استند في البراءة إن نسبة العيوب الثابتة تدخل في النطاق المسموح به في قانون المناقصات، وده كان غلط لأن التقارير الفنية أكدت إن أكياس الدم لا تصلح للغرض اللي هي معمولة علشانه. والحكم ركز بس على سلامة سائل مانع التجلط، لكنه ما التفتش لباقي العيوب الخطيرة زي وجود ميكروبات وفطر وزيادة درجة استطالة الخامة اللي ممكن تسبب إغماء للمتبرعين. الحكم الأول قال إن هاني سرور وشقيقته نيفان ما تدخلوش في المناقصة،
وده كان بخلاف المثبوت في الورق اللي بيقول إن هاني سرور حضر 5 اجتماعات بخصوص المناقصة، وإن أخته نيفان هي اللي تولد تقديم العرض واستيراد ماكينات الإنتاج، ده غير إن الحكم قال إن ما وصلش أي شكوى من الجهات المستعملة للأكياس، وده غلط لأن الأوراق أثبتت إن جه شكاوي كتير عن آلام المتبرعين، وإن حصل ليهم تجلطات أثناء التبرع بالدم، وكمان استعان بأحد الشهود من الناس اللي اتبرعت وحست بالألم. الحكم كان واصف إن التقارير الفنية إن هي متناقضة مع بعض، لكن النائب العام أكد إن التقارير دي متكاملة ومفيش تقرير خالف التقرير التاني، لكنهم أضافوا عيوب تانية. بعد طعن النائب العام وتقديم المستندات بيجي الحكم التاني والأخير في 19 نوفمبر 2009. محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار المحمدي قنصور أصدرت الحكم الأخير والحاسم: السجن لمدة 3 سنين على 4 متهمين رئيسيين: هاني سرور، نيفان سرور، حلمي صلاح الدين، ومحمد وجدان. واتحكم بالحبس لمدة 6 شهور على 3 متهمين تانيين من المصنع: وفاء عبد الرحيم، وأشرف إسحاق، وفتحية عبد الرحيم. والمحكمة غرمت المتهمين السبعة بمبلغ 3,695,000 جنيه، وألزمت الأربعة اللي اتحكم عليهم بالسجن برد مبلغ مماثل للدولة، وكمان عزل حلمي صلاح الدين ومحمد وجدان من منصبهم في وزارة الصحة. وحكمت بمصادرة أكياس الدم الملوثة وإلزام باقي المتهمين بنشر الحكم على نفقتهم في جريدتين مشهورين. وقبل ما ننهي الحلقة أنا عايزكم تشاركوني في التعليقات، إيه رأيكم في النيابة العامة لما عملت طعن على الحكم الأول؟ وهل شايفين إن العقوبة دي كانت كافية؟ وخصوصًا إن هي قضية صعبة بتتعلق بأرواح الناس المرضى. وأخيرًا لو عايزين تشوفوا حلقات تانية عن قضايا تانية اكتبوا لي في الكومنتات واشتركوا في القناة. وشكرًا لإنكم كملتوا الفيديو للنهاية، وأشوفكم في حلقة جديدة عن قضية جديدة. سلام عليكم.